السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب تالت ثانوي أزهر؟ بإذن الله تعالى النهاردة معانا أول حلقة من حل كتاب المرشد بالنسبة للتفاضل اشتقاق الدوال المثلثية، وده كده أول تمرين معانا. بإذن الله دي هتكون سلاسل حلقات لحل كتاب المرشد سواء في التطبيقية أو في البحث. بإذن الله مكملين معاكم بإذن الله تعالى. وبالنسبة للشرح يا شباب، لو انت أول مرة تتابعنا أول مرة تشوفنا فاحنا لينا محتوى خاص. المحتوى الخاص ده هتلاقي عندك كل الشرح بتاع المنهج سواء الجبر التفاضل التكامل، كل الفروع عندك في الرياضة هتلاقيها بإذن الله مشروحة على القناة. فيلا بينا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا السؤال الأول. السؤال الأول بيقولك إذا كانت الصاد بتساوي ذات وبايع على الاتنين جذر س، عندما السين بتساوي الواحد، فإن الصاد شرطة واحد بتساوي كام؟ طيب تعالى أول حاجة نجيب المشتقة الأولى. طيب هنجيب المشتقة الأولى إزاي للدالة المثلثية اللي قدامي دي؟ أنا فاكر إن الزاطة مشتقتها سالب قاتا، وتكتب نفس الزاوية جذر س. طيب في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى أنا محتاج أضرب هنا في مشتقة ما بداخل القوس. يعني أنا دلوقتي شباب عندي باي على الاتنين جذر س دي تعتبر دالة وأنا عايز أشتقها، يعني اعتبر إن دي كده دالة وأنت عايز تشتقها. طب نشتقها إزاي؟ أول حاجة أنت محتاج تعملها إنك هتخرج الثابت بره. يبقى ناخد أساسيات أي دالة عندي، أي دالة عندي عايز أشتقها أي ثابت يطلع بره، وهكذا التكامل أي ثابت يطلع بره. يبقى اساسيات التكامل والتفاضل اي ثابت يطلع ايه؟ يطلع بره. بعد كده اشتق الداله دي. اشتق الداله دي هتبقى ايه؟ هتبقى مشتقه ما داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه. يعني الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي باي على الاربعه جذر س. بس كده يا شباب، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ يبقى هكتب هنا في مشتقه ما داخل القوس اللي هي باي على الاربعه جذر ايه؟ جذر س. طيب وبعدين هنعوض مكان السين بواحد، يبقى هنا هنعوض مكانها بواحد وهنا هنعوض مكانها بواحد. طيب معناه الكلام ده؟ معناه سالب قطا باي على الاتنين. طب القطا دي مقلوب ايه؟ مقلوب الجا، يعني انا بقول لك جا باي على الاتنين. طيب الجا باي على الاتنين دي بكام؟ ب90. ايوه اللي هي بكام برضو؟ اللي هي بواحد. يعني دي كده كلها بواحد، يعني دي كده كلها قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد، ما هو مقلوب الواحد بواحد. طيب يبقى انا عندي هنا سالب واحد مضروبه فيه باي على الاربعه، وكده كده الجذر الواحد بواحد. خلاص يبقى الاجابه بتاعتي بتساوي سالب باي على الاربعه، اللي هي الاجابه رقم ج عندي في الاختيارات. طيب السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لي إذا كان الصاد بتساوي 4 ق تربيع س، فإن الصاد شرطة. لو هي عندك صاد بس عدلها تبقى صاد شرطة باي على 4. طيب أول حاجة نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي قبله، إن أنا هشتق، فاشتقها فهتبقى 4. طيب الق تربيع س دي معناها إيه؟ في فرق بين لما أقول لك ق تربيع س، معلش، في فرق بين لما أقول لك ق تربيع س وق س تربيع. ايه الفرق؟ الفرق ان هنا لما التربيع تكون على الداله نفسها دي معناها ان هي على الداله كلها. يبقى لما تكون على الداله نفسها دي معناها ان هي على الداله كلها. انما لو على القوس بتاع الداله يعني بالشكل دوت كده، فدي معناها ان هي على القوس اللي جوه الداله. يبقى تفرق ما بين دي وتفرق ما بين دي. تمام؟ يعني لو انا هشتق دي فانت محتاج انك تنزل الاثنين، بعد كده قاسين، وتشتق ما بداخل القوس اللي هو هيبقى قاسين ظا س. انما لو انا هشتق دي فانت هتشتقها عادي، بمعنى القا مشتقتها ايه؟ مشتقتها قا س تربيع، ظا س تربيع، في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 2 س. ففي فرق شاسع بين دي وبين دي. تمام؟ يبقى فرق ما بينهم. طيب لو انت فاهم الكلام ده مش مشكلة، زيادة الخير خيرين. طيب يبقى اذا يا شباب الصاد شرطة دي كده هتساوي 4، بعد كده هننزل الاتنين، بعد كده تبقى ق س هتتضرب في ق س ظا س، فدي بقى تبقى دي كده تربيع ظا ايه؟ ظا س. اهي يا شباب اهي نفس الحوار اللي هنا بالظبط، بس انا ضربت دي في دي مش اكتر ولا اقل. يبقى الكلام ده كده هيساوي التمانية ق تربيع س ظا س. طيب الق تربيع س لسه جايبينها من شوية. لو انا بقول لك يا شباب عندي ق باي على الاربعة، ق باي على الاربعة، ده احنا جايبينها من شوية في حلقة الشرح. تمام معلش، تعالى بقى نشرح الحتة دي تاني. دلوقتي يا شباب الق س دي مقلوب مين؟ مقلوب الجاتا س. طيب سواء الجاتا س او الجا س في الباي على الاربعة دي كده بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على جذر 2. طيب لو انا عايز اقول لك هات الق س باي على الاربعة، شقلب بقى الواحد على جذر 2 تبقى جذر 2. طيب ربعها تبقى 2. يبقى اذا 8 في الاتنين في ظا باي على 4 اللي هي 1، يبقى الكلام ده بيساوي 16. اظن الموضوع سهل وبسيط. بتتضايق من الحته دي او مش فاهم انا قلت ايه، مش عايز تحفظها، اعملها آلة الحاسبة. فاهم انا قلت ايه؟ مفيش مشاكل. اظن الموضوع بسيط ومفيش اي حاجه صعبه يعني.
طيب السؤال رقم 3، السؤال رقم 3 ده يا شباب يعني اتكلمنا فيه كتير قوي قوي يعني. دلوقتي يا شباب لو انا بقول لك سيبك من دي قيمتها بكام؟ قال لا يا مستر دي قيمتها باتنين. اتنين في صابع على 4، صابع على 4 اللي هي بواحد، يبقى 2 في 1 ب2، صح يا باشمهندس. طيب لو انا بقول لك اشتق الاثنين يا باشمهندس هتقول لي بصفر. انت اللي حليتها يا باشمهندس وركز. يعني لو انا بقول لك يا باشمهندس هات لي اشتقاق مثلا ايه، بقول لك هات كده ق تربيع باي على الستة ظا باي على الخمسة جا باي على السبعة مش عارف ايه، كمل بقى براحتك، هتقول لي بصفر. هتقول لي الصاد شرطة ليهم بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. واضحة كده يا باشا ولا مش واضحة؟ واضحة. يبقى نركز في الحاجات اللي زي كده عشان الناس بتلخبط فيها، وما زال لحد الآن في ناس بتلخبط فيها. لسه في ايدك فرصة اهو انك تراجع نفسك وانك تجدد نفسك. طيب تعالى كده رقم 4. رقم 4 أول حاجة احنا هنجيب المشتقة الأولى، دي كده هتساوي الاتنين زاتا س، الثابت ده هيخرج بره، بعد كده الزاتا س هتبقى قاطع تربيع ايه؟ قاطع تربيع س. طيب انا ليه حطيت ثابت؟ ليه حطيت سالب؟ السالب ده عشان القاطع تربيع س زائد جذر الاتنين ده هيطلع بره. طيب القاسين وانا بشتقها قاسين ظا س، تمام؟ كل اللي هعمله ان انا اعوض تعويض مباشر، يبقى هنا سالب الاتنين في الاتنين جت ازاي؟ ما هو قاطع تربيع س كاني بقول لك واحد على ايه؟ كاني بقول لك واحد على الجا تربيع س. طيب والجا تربيع س في حاله لما س بتساوي باي على الاربعه، يعني كاني بقول لك جا س الكل تربيع. طب جا بقى على الاربعه اللي هي بكام؟ اللي هي بواحد على جذر اتنين، يعني نص، ما ربعها هتبقى نص، اما شقلبها هتبقى اتنين زائد جذر الاتنين في القاسين هتبقى بايه؟ هتبقى بجذر 2، ما دي واحد على جذر 2 شقلبها تبقى جذر 2 في الظا باي على 4 اللي هي بواحد، جذر 2 في جذر 2 ب2 زائد السالب الاربعه، يبقى الناتج بتاعي بسالب 2 اللي هي الاجابه رقم د. واضحه يا شباب؟ طيب صلى على النبي. رقم 5، رقم 5 بيقول لي الصاد بتساوي الزتا باي على 6 عين. طيب والعين بتساوي 3 جذر س. طيب انا عايز افرق لك بين حاجتين وتركز معايا في الحته دي الله يرضى عليك. ادي رقم 5 عشان الورق ده ينزل لك ان شاء الله على الجروب. لو انا بقول لك الصاد داله في السين، دي كده معناها ان الصاد داله في السين، وبعد كده بقول لك العين داله في السين، وعايز الدال صاد على الدال عين. في الحاله دي لازم اجيب الدال صاد على الدال عين، ثم اجيب الدال عين على الدال س واشتغلها بقاعده السلسله. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى لو انا مديك الصاد داله في السين، بعد كده العين داله في السين، وعايز الدال صاد على الدال عين مثلا، فساعتها لازم تشتغل قاعده السلسله وده اساسي. طيب لو انا مديك بقى زي الشكل ده ان الصاد كانت داله في العين، وبعد كده العين كانت داله في السين، طيب ساعتها بقى اعمل ايه؟ ساعتها مش محتاج ان انا اشتغل بالسلسله، ولو اشتغلت هتبقى صح، ولكن هتطول في حاجه اسهل. ايه هي؟ ان انا اشيل العين هنا واعوض بدلالتها في السين. بمعنى دلوقتي انا عندي الصاد بقول لك ان هي داله في العين، يعني الصاد بتتغير كل ما العين بتتغير، والعين دي بتتغير كل ما السين بتتغير، ما هو كلمه داله يعني تغير. طيب بما ان العين بتعتمد على السين والصاد بتعتمد على العين، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الصاد بتعتمد على السين، يعني اقدر احط الصاد داله في السين. بمعنى تعالى كده نشوف السؤال اللي قدامك ده عشان اوصل لك الحته اللي انا عايز اوصلها. دلوقتي احنا بنقول ان الصاد بتساوي زتا باي على 6 عين، يعني الصاد بتتغير كل ما العين بتتغير، والعين بتتغير كل ما السين بتتغير. تقدر تشيل القيمه ده كلها وتحطها مكان العين. بمعنى ادي الصاد هتساوي اهي زتا باي على ال6، شيل العين وعوض مكانها بدلاله السين اللي هي 3 جذر س. خلصت يا شباب. هتقدر تجيب الدال صاد على الدال س طالما الصاد عندي في طرف والسين عندي في ايه؟ في الطرف الثاني. طيب تعالى كده هات الصاد شرطه، دي كده هتساوي، لاحظ ان هنا الثلاثه تختصر مع السته ب2، تمام؟ طيب زتا باي على الاثنين جذر السين، اشتق. نشتقها ازاي؟ نفس الحته اللي جت معانا من شويه اللي هي ده اهي، ما رحناش بعيد خالص، ده اهي، واحنا بنشتقها اشتقناها ازاي؟ قلت لك هتشتق الداله بعد كده مشتقه ما بداخل ايه؟ ما بداخل القوس. طيب تعالى كده نشتق الداله. طيب الزتا مشتقتها ايه؟ مشتقتها سالب قاتا باي على الاثنين جذر السين اهي نفس الزاويه في مشتقه ما بداخل القوس. طيب هنشتق دي ازاي؟ اعتبرها الداله الوحيده وانت بتشتقها، ادى الثابت هيخرج بره، بعد كده جذر السين يبقى في 1 على 2 جذر السين. طيب يا باشا انت عايز الصاد شرطه عند السين بتساوي كام؟ بيقول لي عندما السين بتساوي الواحد. طب نعوض تعويض مباشر، بواحد واحد، يبقى الكلام ده كده هيساوي سالب قاتا باي على الاثنين. طب قاتا دي مقلوب ايه؟ القاتا دي مقلوب الجا، طب الجا باي على الاثنين بواحد، يعني الكلام ده كده بسالب واحد في باي على
الأربعة جذر السين. طب جذر السين بكام؟ جذر السين بواحد، يبقى دي كده راحت، يبقى الناتج بتاعي سالب باي على الأربعة. يعني الإجابة رقم ب يا شباب. تمام؟ واضحة؟ طيب ندخل على السؤال رقم 6. أنا عايزك تفوق معايا وتركز معايا إن مثلا سؤال زي ده، السؤال زي ده ممكن طالب بدائي في المادة فيفضل يحله كتير كتير، يا مستر السؤال ما بيتحلش، يا باشمهندس السؤال مش عارف يحله، رغم إن السؤال سهل. سؤال زي ده برضو اللي احنا هنحله دلوقتي، حد بدائي في المادة هيفضل يحله في وقت كتير بالرغم ان هو سهل جدا. ازاي؟ انا عارف ان دي قيمتها بكام يا شباب، قيمتها بكام يا شباب؟ فوقوا معايا الناس اللي اخدت معايا البرايفت واخدوا كمان الحصة اللي نازلة على اليوتيوب، دي قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد. يعني اقدر اقول لك ان الدال س بتساوي الواحد، يبقى اذا الدال شرطة لاي متغير للسين بيساوي الصفر. الدال شرطة بقى عند الخمسة، عند السبعة، عند المليون بتساوي الصفر. تمام؟ طيب نيجي الرقم ايه؟ رقم 7. رقم 7 الدال س بتساوي ق س زائد الواحد في ق س ناقص الواحد. طبعا الكتاب ده ما شاء الله هو نسي حاجات كتير، يعني هو اللي انا فهمته، هو مش فاهم هو عايز ايه، بس اللي انا فهمته يعني ان في هنا شرطه ناقصه، هو عايز الدال شرطه للكلام ده، هو عايز الدال شرطه للكلام اللي قدامك ده. طيب عشان نجيبه هتعمل حاصل ضرب دالتين في بعض، بس في طالب شاطر قال لي على طريقه اسهل. ايه هي؟ قال لي بص يا باشمهندس، انت عندك القوس ده لو ضربناه في القوس ده وجمعناهم على بعض هينتج لي ان الدال س دي كده بتساوي القا تربيع س ناقص الواحد. قلت له ازاي يا باشمهندس؟ فهمني كده. قال لي بص اضرب ده في ده بقا تربيع س، طب اضرب ده في ده بسالب قا س، طب اضرب ده في ده بموجب ق س، فبالتالي هيقول لي السالب هيروح مع السالب، السالب هيروح مع الموجب يا باشمهندس، هيتبقى لي في الاخر ايه؟ ق تربيع س ناقص الواحد. طالب ممكن يوصل لحد هنا ويشتقها، مفيش مشكله عندي. في طالب بقى احسن منه قال لي ان ق تربيع س دي كده بتساوي واحد زائد الظا تربيع س. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ق تربيع س ناقص الواحد ده كده بيساوي الظا تربيع س. قال لي خلاص يبقى الدال س ده كده يا باشمهندس بيساوي الظا تربيع س. وبعدين محتاج ان انا اجيب الدال شرطه س، خلاص بقت سهله خالص، يبقى 2 بعد كده الظا س اهو، نزلنا الاس دي كانها ايه؟ كانها ظا س الكل اس 2، نزلنا الاس نقصنا من الاس واحد في مشتقه ما بداخل ايه؟ القوس اللي هو ق تربيع س. طب دي انهي اجابه يا باشمهندس؟ تعالى كده نبص، الاجابه رقم ج 2 ق تربيع س ظا س، عكس دي مكان دي بس مش اكتر. طيب رقم 8 يا باشمهندس، قياس الزاويه التي يصنعها المماس للمنحنى. انا عندي منحنى، المنحنى ده ليه مماس، ايه بقى قياس الزاويه اللي بيصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات؟ طيب 100 مره قلناها، الزاويه دي معناها ايه؟ الزاويه دي يا شباب معناها تان سيتا، معناها تان سيتا. تمام؟ طالما قال لك الزاويه الموجبه مع محور مين؟ مع محور السينات الموجب. تمام؟ طيب التان سيتا دي بقى بتساوي ايه؟ التان سيتا دي بتساوي المشتقه الاولى اللي هي الصاد شرطه. تمام؟ المشتقه الاولى، يعني انا محتاج اجيب المشتقه الاولى بعد كده اساويها بالتان سيتا او الظا سيتا، يعني مش تفرق. طيب يبقى اقول له هنا الظا صاد دي كده بتساوي الجا 2 س، دي العلاقه اللي هو مديهاني. طيب محتاج ان انا اشتق العلاقه دي، يبقى ق تربيع صاد، وما تنساش تضرب في مشتقه ما بداخل القوس ده كده بيساوي. طيب الجا 2 س محتاجين ان احنا نشتقها، يبقى 2 بعد كده جتا 2 س اهي، اشتقيت الداله في مشتقه ما بداخل القوس. طيب وانت عايز ايه دلوقتي؟ انت محتاج الصاد شرطه، يبقى الصاد شرطه دي كده هتساوي، مديني عندما السين بتساوي 3 باي على 4 والصاد بتساوي 3 باي على 4، 3 ارباع باي يعني 135 درجه. تمام؟ الزاويه 135 درجه. طيب تعالى كده نعوض على الاله الحاسبه على طول، 2 في جتا 135 في 2 اهو، 2 في 135 على القا تربيع 135. تعالى نعملها على الآلة. من قبل ما أكمل، البسط لوحده بيساوي صفر، يعني المشتقة الأولى دي كده بتساوي صفر. طيب هي التان كام اللي بتساوي صفر؟ قال لك التان صفر بتساوي صفر، يبقى التان صفر بتساوي كام؟ بتساوي صفر، يبقى الإجابة بتاعتي صفر اللي هي الإجابة رقم ب. طيب ننتقل للسؤال رقم 9. السؤال رقم 9 بيقول لي ميل المماس لمنحنى الدالة د حيث الصاد بتساوي الدال س بتساوي 3 ظا س ناقص القاتا تربيع س عند الس بتساوي 3 ارباع باي اللي هي 135 يعني. طيب ميل المماس للمنحنى يعني الصاد شرطة، يبقى الصاد شرطة دي كده هتساوي، تعالى نشتق الكلام ده 3 ق تربيع س ناقص، تعالى نشتق الكلام ده، اي ده قاتا تربيع س، اشتقاقها ايه دي؟ افتكر كده معايا،
دي عباره عن قوس، كاني بقول لك ق ت س الكل تربيع، فبالتالي انا هنزل الاس، بعد كده اكتب الق ت س، بعد كده اشتق الق ت س فتبقى ايه؟ تبقى سالب ق ت س زتا س. تمام. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده هيساوي ايه. يبقى الصاد شرطه دي كده هتساوي التلاتة ق تربيع س، السالب في سالب بموجب 2 الق ت س في ق ت س بق ت تربيع س زتا س. هعوض تعويض مباشر على الآلة الحاسبة. طبعا هنا لو انا بقول لك الجاتا 135 فبالتالي دي بايه؟ بسالب 1 على الجذر 2. طيب التربيع هنا كده كده هيشيل السالب، فبالتالي دي قيمتها ب 2. تمام. زائد هنا برضو نفس الحوار، التربيع هيشيل ايه؟ التربيع هيشيل السالب، فبالتالي دي برضو قيمتها ب 2. طيب بالنسبه بقى للزتا س، الزتا س انا عارف ان الظا 135 دي كده بسالب 1، فبالتالي لو انا قلت لك 1 على السالب 1 برضو بسالب 1، فبالتالي دي هتبقى هنا سالب. طيب الاتنين في 3 ب 6 ناقص الأربعة ب 2. تمام. يبقى الإجابة هنا رقم إيه؟ رقم 9 ب 2. طيب نيجي للسؤال رقم 10. السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 بيقول لي 5، عايز تفاضل 5 ناقص الاتنين زتا س الكل أس 6. طيب إيه المشكلة في كده؟ ده قوس، فبالتالي هو يا شباب هننزل الأس، بعد كده هنكتب نفس القوس، هننقص من الأس 1 في مشتقة ما بيداخل القوس اللي هي سالب الاتنين، بعد كده ده كده ثابت هيفضل بره. طيب نشتق بقى الايه؟ نشتق الزتا، فتبقى هنا سالب، بعد كده ق تربيع ايه؟ س. طالما ما جابلكش س تعوض فيها خلاص قول له كده السؤال بتاعي خلص. طيب سؤال رقم 11. سؤال رقم 11 دوت لسه حالين شبهه من شويه في السؤال رقم 5. تمام. عملناه ازاي؟ اهو قلنا هنشيل العين دي طالما هي بتتغير مع السين نخليها تتغير مع مين؟ نخليها تتغير مع الصاد عشان تبقى الصاد داله في السين، ونجيب الدال صاد على الدال س بكل سهوله. يبقى اذا الصاد دي كده هتساوي جذر 5 ناقص الاتنين ق 2 س. صح كده يا شباب ولا انا غلطان؟ صح. طيب بعدين عايزين الصاد شرطه، دي كده هتساوي مشتقة ما بيداخل الجذر اهو، ادي السالب الاتنين، بعد كده هنضرب في 2 تبقى دي كده 4. تمام. طيب والقا مشتقتها ايه؟ ق 2 س ظ 2 س اللي هي نفس الزاويه على 2 في الجذر نفسه، 5 ناقص الاتنين ق 2 س. الاتنين دي هتروح مع 2 من هنا تبقى دي كده سالب الاتنين. تمام. طيب عوض كده، او قبل ما نعوض هو اساسا بيقول لك انا عايز الجذر 3 تمام في الدال ص على الدال س زائد ال 12. طيب تعالى كده نعوض. السالب الاتنين في ق، طيب يعني ايه ق 2 في السين؟ يعني ق 2 في باي على 6 اللي هي ق كام؟ اللي هي ق باي على 3. طيب باي على 3 اللي هي 60. طيب وجيتها 60 بنص شقلب تبقى كام؟ تبقى 2. طيب سالب الاتنين في الاتنين. طيب والظا باي على 3 دي كده قيمتها بكام؟ باي على 3 اللي هي 60. دي كده قيمتها بجذر 3. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا سالب 4 كام؟ سالب 4 جذر 3. يبقى هنكتب تحت كده الصاد شرطه دي كده هتساوي سالب الأربعة جذر 3. طيب على 5 ناقص الاتنين ق 2 س. طب انا لسه جايب دي من شويه، طلعت بكام فوق؟ طلعت ب 2. 2 في 2 ب 4. 5 ناقص الأربعة 1. جذر الواحد بواحد. تمام. يبقى اذا الصاد شرطه طلعت بسالب الأربعة جذر 3. طيب تعالى نعوض هنا. يبقى سالب الأربعة جذر 3 في جذر التلاتة من هنا. تمام. طيب زائد ال 12. طيب جذر التلاتة في جذر التلاتة بكام؟ ب 12. فأربعة جذر التلاتة في جذر التلاتة ب3. طيب في الأربعة ب 12. يبقى هنا عندي سالب 12 زائد ال 12 ده كده بيساوي صفر. ودي الإجابة بتاعتي. يبقى الإجابة بتاعتي هنا بصفر. طيب تعالى للسؤال رقم 12. السؤال رقم 12 بيقول لي ميل المماس للمنحنى بتاع الدالة الصاد بتساوي ج 2 س جتا 2 س عند السين بتساوي باي على 3. سؤال مباشر والناس هتحله، ولكن لو في حد بقى طالب شاطر هيحله بطريقه تانية. ايه هي؟ هيقول له بص يا باشمهندس انا اخدت قاعده بتقول ان ج س جتا س بتساوي نص ج 2 س. تمام. طيب بنشتغل بالقاعده دي ازاي؟ لو عندي هنا واحد بنخليها هنا نص، لو عندي هنا واحد بنخليها هنا 2. يعني لو قدام الجا والجتا س نخليها 2 س، طب لو قدامها 2 س نخليها 4 س، وده اللي هنعمله هنا. يعني لو بقول لك جا 2 س جتا 2 س دي كده هتساوي نص جا 4 س. تمام. يبقى اذا الصاد دي كده بتساوي نص جا 4 س، ودي كده هتسهل لي الاشتقاق جدا. صح ولا انا غلطان؟ لان هنا حصل ضرب دالتين، دي داله واحده. طيب يبقى الصاد شرطه دي كده هتساوي
النص في 4 ب2 جتا 4 س. طيب عوض مكان السين باع على 3، باع على 3 اللي هي كام؟ اللي هي 60. طيب 60 في 4 ب 240، يبقى 2 جتا 240. تعالى نعملها على الآلة. أدا 2 كوزين 240 دي كده هتساوي -1، يبقى الإجابة بتاعتي بتساوي -1. يبقى إذا رقم 12 دي بسالب إيه؟ بسالب 1. طيب تعالى كده للسؤال رقم 13. السؤال رقم 13 بيقول لي الدال على الدال س 2 ظا تكعيب س. لاحظ الظا على السين ولا على الداله نفسها؟ لا، على الداله نفسها. يعني اقدر اشيل التلاته دي واخليها الظا س الكل اس كام؟ الظا س الكل اس 3 من غير الاثنين طبعا. يبقى اذا انا عايز دال على الدال س ظا س الكل اس 3 مضروب هنا في كام؟ مضروب هنا في الاثنين. طيب تعالى كده نشتق. يبقى الدال على الدال س دي كده هتساوي الدال على الدال س، يعني بص من الاخر كده الصوت شرطه دي كده هتساوي ادا الاثنين هتفضل بره، هتتضرب في الثلاثه، بعد كده الظا س الكل اس 2 في اشتقاق ما بيداخل القوس اللي هو القا ايه؟ القا تربيع س. طيب يبقى الكلام ده كده هيساوي كام؟ هيساوي 6. طيب عوض مكان السين بقيمتها، بايع على 4 يعني دي كده بواحد، يبقى 6 في 1 في. طيب بايع على 4 حفظناها بقى اكيد ب2، يبقى الاثنين في 6 ب 12. يبقى الاجابه بتاعتي رقم 13. الاجابه طلعت بكام؟ طلعت ب 12. السؤال رقم 14. السؤال رقم 14 بيقول لي عايز المشتقة لواحد زائد الظا تربيع س الكل أس 3. طيب في حد هيحل السؤال ده زي ما هو، وفي حد تاني أذكى منه هيحلها بطريقة تانية. إيه هي؟ هيقول لي مش أنت فاكر يا باشمهندس إن الواحد زائد الظا تربيع س دي كده بتساوي القا تربيع س؟ هقول له صح، يبقى دي كده قا تربيع س الكل أس 3. طيب وبعدين اضرب الأس اللي جوه في الأس اللي بره، تبقى قا أس 6 س دال على الدال س للكلام دوت. يبقى اذا الصاد شرطه دي كده هتساوي 6 بعد كده قا اس 6 س ظا ايه؟ ظا س. تمام؟ طيب جبنا دي ازاي؟ حد مش فاهمها؟ بص يا شباب، القا س الكل اس 6 نزل الاس نقص من الاس 1 في مشتقة ما بداخل القوس، بعد كده اضرب ده في ده هيطلع لك قا اس 6 س ظا س، ولكن الناس الشاطره بتعملها كده على طول. طيب بالنسبة للرقم 15 يا شباب بيقول لي إذا كانت الصاد بتساوي الظا س زائد تلت ظا تكعيب س، فإن الدال صاد على الدال س بتساوي حاجة أس 4. طب أنا معرفش، تعالى كده نبص. الصاد شرط أول حاجة دي كده هتساوي القا تربيع س زائد التلت في التلاتة. تمام؟ التلت في التلاتة بواحد. تمام؟ طيب وبعدين أدي الظا س أس 2 هنقص من الأس إيه؟ هنقص من الأس 1 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو قا تربيع س. وبعدين خد القا تربيع س عامل مشترك، يتبقى لي 1 زائد الظا تربيع س. تمام؟ طيب الواحد زائد الظا تربيع س دي اساسا بكام؟ بقا تربيع س في قا تربيع س. عند الضرب تجمع الاسس، قا اس 4 س. طيب هو بيقول لك حاجه اس 4، تبقى تقول له ايه؟ تقول له قا س الكل اس 4. تاني انا عملت ايه عشان الناس اللي ما بتفهمش بالطريقه الصعبه دي شويه؟ طيب انا عملت ايه يا شباب؟ انا قلت لك الصاد شرطه دي كده هتساوي اشتقيت الاولى عادي خالص، وبعدين جيت اشتق الثانيه. طب الثانيه دي بنشتقها ازاي؟ ادا تلت بعد كده ظا س الكل اس 3 نزلت الاس وبعد كده نقصت من الاس 1. فاهم ازاي؟ ما انا لو خليتها هنا الكل اس 2 كاني بقول لك ظا تربيع س. واضحه يا شباب؟ بس وكملت عادي، شلت دي وعوضت مكانها بقيمتها، طلعت معايا قا اس 4 س اللي هي قا س الكل اس ايه؟ الكل اس 4. كل الاسئله اللي هنا بتعتمد على حساب المثلثات، غير كده بقى فهي اسئله سهله خالص. ده السؤال رقم 15. نروح لرقم 16. طيب نقرأ كده مع بعض. بيقول لي إذا كان الدال س بتساوي 8 س جا س جتا س جتا 2 س ثواني 1 2 3 4. إحنا أخدنا حاصل ضرب 4 دوال؟ لا طبعا، والموضوع هيبقى صعب. إحنا أخدنا أكبر حاجة 3، أكبر حاجة 3 وما بتجيش أصلا. تمام؟ يعني عمرها ما جت في امتحان يا جدع، لأنها بتاخد وقت، والامتحان كله على بعض ساعتين سواء أنت عام أو أزهر. فلا أكيد السؤال ده فيه فكرة، فنركز كده مع بعض. الدال س دي كده هتساوي ال8 س هنكتبها زي ما هي. طيب الجا س جتا س بنص جا 2 س، صح ولا انا غلطان؟ صح، نص جا 2 س جتا 2 س. الله، ايه اللي حصل ده؟ يعني الدال س دي كده بتساوي ال4 س. ايوه، نص في 8 ب4. جا 2 س جتا 2 س. ايه ده يا باشمهندس؟ ايه الكلام العسل دوت؟ الجا 2 س جتا 2 س دي بنص جا 4 س يا باشمهندس. يبقى الدال س دي كده هتساوي 2 س جا 4 س. ما هو انا هنا يا شباب حطيت نص بس ضربت النص في 4 على طول.
واخد بالك ولا مش مركز؟ طيب ما تيجي كده نشتق يا باشمهندس. خلاص يبقى د شرطة س دي كده هتساوي ايه ده؟ دول حاصل ضرب دالتين في بعض. بس انا هسألك سؤال، تفتكر دول اسهل ولا دول اسهل؟ اكيد دي اسهل. طيب 2 س في اشتقاق الثانية اللي هي 4 جتا 4 س زائد الثانية في اشتقاق الأولى اللي هي 2 جا 4 س. طيب عوض كده مكان كل س بباي على 8. مكان كل س بباي على 8 يبقى هنا 2 في باي على 8 اللي هي باي على الأربعة مضروبة هنا في 4 يبقى الأربعة دي كده راحت. طيب جتا 4 في باي على 8. باي على 8 دي اللي هي 22 ونص. فبالتالي لما اقول لك 4 في ال 22 ونص كاني بقول لك ايه 45 في 2 اللي هي 90. فبالتالي ده كله راح، الترم ده كله مع بعضه راح، لان انا عارف ان الجتا 90 بصفر اهي. دي كده الشكل بتاع الجتا. الجتا 90 الجتا 90 اللي هو الربع الاول بكام؟ بصفر. تمام يا شباب؟ طيب هعوض هنا مكان السين بكام؟ بباي على 8. طيب الأربعة في باي على 8 اللي هي بكام يا شباب؟ اللي هي 90. طب الجا 90 بواحد يبقى الإجابة بتاعتي بتساوي 2. ودي كده الإجابة بتاعت السؤال رقم 16 ولله الحمد ولله التوفيق. صلى على النبي. ومعانا آخر سؤالين. رقم 17 بيقول لك الصاد دي كده بتساوي سالب قاتا تكعيب 2 س زائد الباي. عايزين نجيب المشتقة الأولى يا باشا. طيب يا باشا هسألك نفس السؤال. دلوقتي اما انا اقول لك دي كده معناها ايه؟ ترجمها لي. دي معناها يا باشمهندس سالب قاطع بعد كده 2 س زائد الباي الكل اس 3. طيب نعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ اداه السالب ننزل الاس، بعد كده هنكتب نفس الداله، بعد كده هننقص من الاس واحد في اشتقاق ما داخل القوس. الباي مشتقتها يا باشمهندس بصفر. طيب اشتق الكلام ده اداه سالب مشتقة ما داخل القوس اللي هي الاتنين. بعد كده القاطع دي مشتقتها قاطع نفس الزاويه، الزاطع نفس الزاويه. تمام؟ ده مشتقته بايه؟ مشتقته بصفر. السالب في سالب بموجب، الاتنين في 3 بستة. تمام؟ لو احنا عايزين نختصر الكلام ده يعني. طيب 6 بعد كده قاطع 2 س زائد الباي ما تعملش فيها حاجة ولا تفكها ولا تيجي جنبها تربيع. بعد كده تقول له قاطع 2 س زاطة 2 س. اداك س عوض فيها، اداكش س زي ما يكون سيبها له زي ما هي يعني. طيب رقم 18 وصلي على النبي. رقم 18 بيقول لي الصاد بتساوي س تربيع ق واحد على السين. ده حاصل ضرب دالتين يا باشمهندس. الصاد بتساوي س تربيع ق واحد على السين. طيب يبقى الصاد شرطة دي كده هتساوي الأولى في مشتقة الثانية. طيب مشتقة الثانية بإيه؟ مشتقة الثانية مشتقة ما داخل القوس سالب واحد على السين تربيع. ما دي كأني بقول لك س أس سالب واحد. اشتقها سالب س الكل أس سالب الاتنين اللي هي سالب واحد على السين تربيع. صح كده ولا أنا غلطان؟ فأنا قمت كاتبها إيه؟ قمت كاتبها بره اللي هي مشتقة ما بداخل القوس في إقاه واحد على السين ظا واحد على ايه؟ واحد على السين. واضحة ولا ايه؟ في حد مش فاهم؟ تاني يا شباب، دلوقتي دول حصل ضرب دالتين، فبالتالي انا قلت لك الاولى في مشتقة الثانية. مشتقة الثانية هي مشتقة قا ايه؟ مشتقة قا قظا. قا نفس الزاوية ظا نفس الزاوية نفس الزاوية في مشتقة ما بداخل القوس. طيب مشتقة واحد على السين بسالب واحد على السين تربيع. طيب زائد اشتقاق الأولى في الثانية اللي هي 2 س قا واحد على السين. بس كده أنا خلصت. نختصرها عشان تبقى بشكل أوضح شوية. ده هيروح مع ده، فبالتالي سالب قا في س أس سالب واحد الظا س أس سالب واحد زائد الاتنين س قا س أس سالب واحد. ممكن نعملها بشكل تاني برضو. ده كده هيساوي ناخد القا س أس سالب واحد عامل مشترك، هيتبقى لي إيه؟ هيتبقى لي 2 س تمام ناقص الظا س أس سالب واحد. حد عارف دي جت ازاي ولا لا؟ انا اخدت دي يا شباب عامل مشترك، فبالتالي اسم عليها هنا واسم عليها هنا، فيتبقى لي 2 س ناقص الظا س اس سالب واحد. واضحه؟ طيب بس كده يا شباب ولله الحمد والتوفيق. انا كده خلصت حلقه النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لو عندك اي حاجه مش فاهمها في الحلقه يعني فمفيش اي مشاكل، تقدر تبعت لي على الواتساب، الرقم بتاعه موجود على القناه. لو انت معانا في جروب التليجرام ابعت لي على التليجرام مفيش اي مشكله. يلا اشوفكم بخير والسلام عليكم.